اسمح لي بس بعد اذنك ننتقل الى الفي اي بي في استاذ سحيم الحمد مع ورد عبد الله. تفضل يا ورد. شكرا. اذا معي محمد خلفان الرميتي رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم. غلطنا غلطة كبيرة. يمكن بعد 4 سنين. لا بالمرة اتمناها لشخص عزيز سركال ان شاء الله. طيب ابو خالد، اليوم اول مباراة لمنتخب الامارات. عم بيقولوا انه المنتخب الكوري الشمالي من ناحية الشرق هو المنتخب الأكثر تطورا، الكوري الشمالي، ومن ناحية الغرب منتخب الإمارات هو الأكثر تطورا، وبالتالي بالإمكان أن نشهد مباراة مثيرة وفيها تنافس كبير وفيها مواهب لاعبين وفيها كرة قدم. هل توافق على هذه النظرية؟ ان شاء الله بتشوفون مباراة طيبة، بتشوفون انضباط تكتيكي على الأقل من طرفنا، يعني اكيد الفريق الكوري الشمالي يتميز بالانضباط التكتيكي من يوم ما ابتدى المنتخب يتطور في ال4 سنوات الأخيرة. منتخبنا بتشاهدون انضباط تكتيكي في الشوط الأول خصوصا، وتعودنا على اسلوب كاتنيتش احنا في المباريات. اذا تتذكر حتى دورة الخليج كان في انضباط، كان في التزام من اللاعبين وعدم استعجال على النتيجة. اعتقد هذا اللي راح نشاهده. اهم شيء ان تكون البداية مريحة للاعبين، ما نتفاجئ باي شيء غير متوقع ان شاء الله، ومع مرور الوقت ان شاء الله سيتمكن الفريق ان شاء الله من فرض اسلوبه، ونحترم المنتخب الكوري الشمالي قوي، ولكن لعبنا معاه قبل شهرين وكنا ند له ونعرف اسلوبهم في اللعب. صحيح كان على المستوى الاولمبي، ولكن كان الفريق مطعم ببعض اللاعبين الموجودين مع الفريق هنا في الدوحه، وبالتالي هذه المباراه يمكن تعطينا ثقه، وخصوصا انها قريبه، أن اليوم إن شاء الله ممكن نسوي نتيجة طيبة أمام المنتخب الكوري. طيب كلمة فقط يعني للتاريخ الآن، هل تؤكد أنه بغض النظر عن نتيجة اليوم أو عن نتيجة منتخب الإمارات بكل البطولة، مدربكم باق حتى آخر مباراة للمنتخب الإماراتي في البطولة، أو لا أحد يعرف ما قد يجري؟ خلاص تعودنا لأنه أول مدرب راح مدرب منتخب السعودية. لا احنا مقتنعين بالمدرب، والتقييم راح يكون بتأني. صحيح أنه أول اختبار حقيقي وقوي لكاتنيتش، ولكن لن يحصل أي من هذه الأمور. سيستمر كاتنيتش مع الفريق لآخر مباراة، وإن شاء الله تكون فترة طويلة في الدوحة إن شاء الله. طيب المدرب قال انه المنتخب الاماراتي منه من المرشحين للفوز بالبطولة. انتم حاولتوا كاتحاد ربما وكإدارة تشيلوا الضغط عن اللاعبين. بالنسبة لمنتخبات الخليج منتخب الإمارات هو الأوفر حظا من حيث المبدأ، مثل ما الكل. ليه عم تحاولوا تشيلوا الضغط وأنتم بالنهاية يعني فريقكم حاضر أكثر من أي فريق آخر من دول الخليج؟ شوف اليوم في زخم إعلامي كبير في البطولة، واللاعبين قريبين من هالوسائل الإعلام، يشاهدونا في كل مكان، فبالتالي يعني فريق خليط من اللاعبين الشباب واللاعبين الخبرة يحتاج أن نرفع الضغط عنهم. بين اللاعبين بيننا في جلساتنا معهم مع المدرب، لا هناك طموح أن نظهر على الأقل مدى التطور اللي حصل في الكرة الإماراتية، ونشوف وين نقدر نوصل في البطولة، لأن احنا بأمانة يعني بعد نهائي 96 يعني خرجنا من الأدوار الأولى في كل البطولات اللي شاركنا فيها، ولم نشارك في بطولة لبنان. فبالتالي اليوم احنا جايين لكي نبحث عن مكاننا في آسيا من جديد في البطولة هذه الكبيرة، ونشوف وين ممكن توصلنا. ولكن الهدف، قلنا أن الهدف أن نصل إلى الدور الثاني، وهذا لا يسبب ضغط على أحد. الفريق واللاعبين وعدوا بأنهم قادرين، حتى رغم أن المجموعة صعبة، قادرين أنهم يحققون شيء لبلدهم وأنهم يصعدون إلى الدور الثاني، بعدين لكل حد حديث إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو خالد اليوم بتكونوا أول فريق ومنتخب خليجي بيحقق انتصار بكأس آسيا. موفقين إن شاء الله. خليجنا واحد إن شاء الله. عندك يا خالد. شكرا لك يا ورد عبد الله.